بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وامسيه كرويه جديده من قهوه فايق وتفاصيل كرويه ان شاء الله باذن الله تكون مختلفه كالعاده. طيب، عشان ما اخدش وقت كتير في المقدمه، مباشره حطوا على الشاحن ومن 90 ل 95% حسين عموته مديرا فنيا للنادي الاهلي. حسين عموته مديرا فنيا للنادي الاهلي. طيب، من كام يوم تفتكر قلت لك انا خلال 48 72 ساعه بالكتير قوي ملف النادي الاهلي هيتحسم. قلت لك انه في 3 هيصفصفوا على 2، فلما يصفصفوا على 2 هطلع اقول لك، لان انا مش داخل في القصه بتاعت يلا بينا نتبسط بالاسماء الكتير فنحط اسماء كتيره جدا جدا ونقعد نسقسق فيهم وننقنق فيهم. مش عشان حاجه، بس خلاص الشغلانه دي علمتني المختصر المفيد. انا احب اجيب من الاخر، ما بقتش احب الرغي الكتير، خاصه ان انا بقيت فاهم اللي فيها، واللي فيها دايما مفاوضات رايحه ومفاوضات جايه، ففي حد بيقرب وفي حد بيبعد وفي حد بيقول حاجه زياده. على فكره في اسم انا متاكد ان مفيش حد يعرفه، مش متاكد بنسبه مليار في الميه، ما اتطرحش اعلاميا، بس انا عارف ان النادي الاهلي كان بيفاوضه. اقول تاني، في اسم كبير، اسم كبير النادي الاهلي كان بيتكلم معاه بيفاوضه، وما اتذكرش اعلاميا، مفيش حد هوب له، وفي الاخر هو يعني حصل تفاوض وانتهى، ما بقاش موجود في الصوره. ده بس ده من كتر انا ما بقيت جوه الموضوع، فبقيت اقول لك انه خد بالك انه مش دايما الكلام الكتير هو اللي بيفيد. اللي من الاخر حسين عموته بنسبه من 90 انا قلت من 90 ل 95. لما اقول كلام يا جماعه تنقلوه بالنص، من 90 ل 95 بقى من 90 ل 95. ما تجودش من عندك تميل ل 95، ما فيهاش تجويد، ما تجودوش يا جماعه من فضلكم على الشاشه. طيب، مين المنافس ليه لحد يمكن من شويه؟ على فكره في اجتماع دلوقتي مع حسين عموته، في اجتماع حاليا مع حسين عموته. طيب، مين المنافس ليه؟ كان كارلوس كارفاهال البرتغالي، كارفاهال، وكان يحظى بدعم كبير جدا جدا. خليني انقل لك شويه، انا قلت لك لما 2 هيبقوا موجودين في الموضوع هحكي لك التفاصيل. قلت لك كده، افتكر يوم الجمعه، صح يا عماره؟ انا قلت كده يوم الجمعه، قلت لما 2 يخشوا في وهاجي اقول لك المهم. كارلوس كارفاهال الاهلي كان من ضمن الناس اللي الاهلي عايزهم فعلا، لكن ما قدمه حسين عموته مختلف عما قدمه كارلوس كارفاهال فيما يتعلق ببعض الامور والنقاط الماديه والاتفاقات الماديه، بعض الامور المتعلقه بالمعاونين والمساعدين، بعض الامور المتعلقه بالشرط الجزائي. وهنا لازم اقف، هنا اقول لك بقى دي نقطه مهمه. حسين عموته ما كانش عنده مشكله فيما طلبه النادي الاهلي في الشرط الجزائي ان هو يكون 3 شهور، يعني الاهلي من ضمن طلباته ان هو 3 شهور بس شرط جزائي. ده كان موجود عند حسين عموته ومع التيم بتاعه ان هم موافقين عليه. اما كارلوس كارفال فطلب سنه حمايه. فهنا بقى ايه؟ ها، انت سمعت كده مين في مين حواليك؟ انت سامع مين صوت بعد اول ما قال لك سنه دي كده؟ انت سامع بقى ريبيرو وصوت تورب وصوت كل الاموات، انت سمعتهم كلهم، كل الاموات اللي جم وعدوا. فلا، انا مش هحط نفسي في القصه دي. فالاهلي قال لك لا يا باشا، احنا بالنسبه لنا 3 شهور. فهل ده يمشي معاك؟ أعتقد إن كان هناك إن لو لم يكن هناك لدى كارلوس كارفاهال التشدد ده وكان عنده مرونة، أعتقد كان ممكن يبقى موضوع إن هو يتولى تدريب النادي الأهلي كان هيبقى أسهل أو أيسر. طيب، فدي من ضمن الحاجات اللي وقف عندها النادي الأهلي. حلو. نسيب ده، نروح لحسين عموته. ما عزز كفه حسين عموته والنادي الاهلي يرى. انا بنقل لك تفاصيل، انا بقول لك الترابيزه بتفكر ازاي. ما عزز حسين عموته لدى النادي الاهلي انه قال لك طب ما هو اذا كان كارلوس متمسك بالحته دي وكذا وكذا وكذا، فانا عندي حسين عموته ده راجل فاز بدوري ابطال افريقيا. يعني لما تيجي تبص في ما قدمه وما فاز به حسين عموته، الراجل اللي ابتدى مسيرته التدريبيه في 2005 تلاقيه فاز بدوري ابطال افريقيا في 2017 مع الوداد. هاتوها لنا هي، برافو عليكم على الشاشه اهي الالقاب اللي حققها. فاز بدوري ابطال افريقيا مع الوداد 2017، فاز بالكونفدراليه مع الفتح الرباطي 2010، فاز بكاس الامم الافريقيه للمحليين مع المغرب 2021. اذا الاهلي قال لك طب انا مش محتاج ادور على حد، انا كده مش هدور على حد يقعد بقى لسه يكتشف لي. طب اجنبي حلو تمام جامد، كارلوس تمام، غيره تمام جامدين حلوين، بس برضو ما زلت انا واقف عند الحته. انا بستخدم حتى كمان التعبير اللي بيقال انا ما زلت واقف عند الحته بتاعت البطيخه، يا حمرا يا قرعه.
يا حمراء تمام وزي الفل ومرمله وسكر وعسل ويلا بينا، يا اما قرعه الراجل مش فاهم افريقيا دي جايه فين واولها فين والدنيا ماشيه ازاي. فطب انا ليه هعمل كده لما انا عندي واحد من المدربين الكبار عنده شخصيه، عنده سي في قوي. الاهلي سال على مساله تعاملاته في غرفه الملابس، ده كان واحد من ضمن الاشتراطات المهمه جدا جدا. هو بيتعامل ازاي في اوضه اللبس، هو بيتعامل ازاي مع النجوم، بيتعامل ازاي مع الاسماء. فقال لك يا باشا كل الحاجات اللي انت شايفها ديت اهو، يعني كم كبير من الالقاب، فاز بالدوري المغربي مع الوداد 2017، فاز في الدوري القطري مع السد 2013، 3 بطولات كاس رابطه مع الجزيره الاماراتي، وصل نهائي كاس اسيا مع منتخب الاردن 2024 امام قطر. اذا هو الراجل يحظى بسيره ذاتيه قويه جدا جدا. طيب هيجي مع مين؟ هيجي ومعاه خمس معاونين، من ضمنهم مدرب حراس مرمى اجنبي، يعني هو جاي معاه معاونينه بالكامل اللي هيبقوا موجودين معاه. طيب هتسالني وتقول لي طب من هو الاسم المرشح لكي يكون متواجدا كمصري من ابناء النادي الاهلي؟ الكابتن سامي قمصان حسبما توافر لدي من معلومات اعتذر عن انه يكون موجود. كابتن محمد شوقي نفس القصه، لان اللي هيبقى موجود خد بالك مش هيبقى تاني مدرب، يعني مش هيبقى مدرب عام، هو سيكون مدربا. فانت فكر فيها، سامي قمصان بعد ما بقى مدير فني هيرجع تاني يبقى مدرب مش مدرب عام. نفس القصه بالنسبه لشوقي، مش هيبقى مدرب عام، هيبقى مدرب. فالاسمين دولت تحديدا كابتن سامي قمصان والكابتن محمد شوقي، اسمين من الاسماء اللي اتسال هل ممكن يكون عندهم فرق، قال لك بس لما اتكلموا معاهم الناس اعتذرت علشان خاطر الظروف المتعلقه بهم هم دلوقتي كمديرين فنيين. الى اللحظه ديت الاهلي ما زال يبحث عن اسم يكون متواجد. طيب سألت طب هل الكابتن وليد سليمان له فرص؟ قال لك الكابتن وليد سليمان له فرص طول الوقت، بس وليد سليمان اداري خلاص دلوقتي، هو دخل في الكادر الاداري وليس الكادر الفني. فالاهلي ما زال يبحث عن اسم في الحته دي. هل ممكن الاهلي يرجع تاني يجيب عادل مصطفى؟ ممكن، وارد. يعني انا دي من عندنا، ده تاتش من عندنا، لانه عادل من الناس القريبه في النادي الاهلي. هل ممكن؟ ممكن، وارد، في ظل البحث عن اسم من الاسماء ومدرب من المدربين. ده كده فيما يتعلق بحسين عموته. الارقام مش عايز اروح فيها قوي، بس اللي انا عارفه انه العقد لمده سنتين، واللي عارفه كويس كمان انه كل حاجه خلصانه، بمعنى كل حاجه خلصانه. طب انت قلت لي يا عم، انت بتقول لي من 90 ل 95 سايب لي 5% 10%، لانه ال 5% 10% لحد اللحظه اللي بكلمك فيها ديت لسه في بعض الامور ما تمتش. وجايز وانا اتعلمت في الشغلانه ديت اي حاجه تتكعبل ال 95% دي تتحول تبقى عادي جدا 50-50، يبقى دي كارفاهال ده رجع تاني اتحط في الصوره بشكل اكبر. وارد جدا ال 5-10% دول اللي احنا مش هنتفق عليهم يرجعوني تاني لورا. لكن هو الاقرب بنجمع اخبارنا من مصادر عديده، فيهم مصادر ذهبت الى ان هي تقول لي لا 100% الموضوع منتهي خلاص، ده الراجل موقع والموضوع خلصان، وهي امضه بس اخيره من النادي الاهلي، هنكيس اللي متكيس ويخلص. انا اتعلمت ابقى حذر جدا جدا في القصه ديت، لان انا بجيب مصادر من بره وبجيب مصادر من مصر، عشان بس برضه حضراتكم تبقوا عارفين المطبخ اللي انا بشتغل فيه. فلحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي اقدر اقول لك ان هو ده الراجل المدير الفني للنادي الاهلي حسين عموته، سيكون متواجدا مع النادي الاهلي وفي اقرب فرصه، في ظل رغبه كبيره جدا من النادي الاهلي. طيب الشيء بالشيء يذكر، عشان اعلق لك دي في قلبي دي على طول وراها، يعني اضفر لك دي في قلبي دي. النادي المصري فاز ببطوله كاس الرابطه اللي هي كاس عاصمه مصر، فاز على امبي بثلاثيه نظيفه. فبكده المصري بيفوز. فوز المصري مش بس مكسب مهم على الصعيد النفسي والمعنوي وكذا وكذا، ودي واحده من البطولات دلوقتي المهمه بالنسبه لنا. ليه؟ لان البطوله ديت هي المسلك اللي بيوصلك للسوبر المصري. فالسوبر المصري اصبح بشكل رسمي في زمالك، في بيراميدز، في مصري. زمالك، بيراميدز، مصري. زمالك بطل دوري، بيراميدز بطل كاس، مصري بطل كاس العاصمه اللي هو كاس الرابطه. يعني حسبما تنامى الى علمي كده فاضل الكارت الذهبي. الكارت الذهبي بيقول لك ايه؟ هو الكارت الذهبي محطوط ليه اصلا؟ الكارت الذهبي محطوط علشان هذه البطوله يظل لها قيمه تجاريه وتسويقيه كبيره. ف
يبقى من حق المعلن واللجنه المنظمه من حقهم والرعاه من حقهم ان هم يختاروا نادي من الانديه الشعبيه اذا لم تتمكن من الفوز باي من هذه البطولات. فلو الزمالك ما كانش موجود في الصوره يبقى الزمالك، لو الاهلي مش موجود في الصوره يبقى الاهلي. طيب لو نفترض الاهلي والزمالك موجودين وكذا موجود والامور كذا، لو انا عندي رغبه ان يبقى في نادي شعبي تاني يكون موجود يبقى موجود. طب في الحاله اللي احنا فيها ديت الكارت الذهبي يروح لمين؟ الف ب تسويق الف ب كده هيروح للاهلي. بينما الى علمي انه ليست هناك رغبه لدى النادي الاهلي، بل هناك ايضا طلب وجه لاتحاد الكره والرابطه ان النادي الاهلي طلب انهم لا يشارك في كاس السوبر. قال لك انا لا مش عايز اشارك انا في بالكارت الذهبي. لحد اللحظه اللي انا بتكلم فيها معاك هل ممكن يبقى في متغير؟ انا بقول لك معلومه اللي مش عايز يلعب في السوبر المصري. قال لك انا يا باشا مش هلعب بالكارت الذهبي. طيب هل ممكن يحصل في الامور امور؟ وارد، ما اعرفش. هل طب يحصل تفاهمات؟ وارد. هل ممكن يتكلموا مع الاهلي تاني وتالت ورابع؟ طب ولا طب احنا لسه قدامنا وقت، لسه لحد دلوقتي ما تحددش بطوله السوبر دي هتلعب امتى. وارد، كل حاجه وارده في الكوره. انا اتعلمت كده. انا اتعلمت حاجات كتير قوي يا جماعه والله العظيم في الشغلانه دي. اتعلمت حاجات كتير جدا جدا. قدام انت النهارده انا بقول لك النهارده، بكره في دايما لازم تبقى بس انت معايا في مفيش كلام قاطع في الكوره. في دايما، الا لو احنا بنتكلم على ورقه اتمضت خلاص، ورقه اتمضت فخلاص انتهت. لكن اما وان مفيش ورقه اتمضت انا ما احلفلكش على حاجه، مش هحلف على حاجه. وبالتالي مفيش ورقه اتمضت بتقول ان الاهلي مش هيلعب، مفيش. لكن في رغبه ان انا يا باشا بقول لك انا مش هلعب في حاله من الحالات، انا مش هلعب. طيب وارد يتقعد مع الاهلي يتقال له طب نزود العوائد، طب نزود الفلوس، طب نزود المعرفش كذا، طب يبقى كذا، طب انت مش عايز تشارك ليه، طب يبقى في نوع من انواع التفاهم. وارد، كل ده وارد في الكوره. خلاص حط الموضوع ده على جنب ونخش على اللي بعده، منتخبنا الوطني. عايزين تقولوا لي اي حاجه ثانيه يا جماعه قبل ما اخش على المنتخب؟ طيب قبل ما اروح برضو للمنتخب، تفاصيل التسويه الماليه اللي هتحصل ما بين الزمالك وما بين صلاح مصدق وموقف معالي عبد الرحمن اسماعيل اللي هو مدير التعاقدات بنادي الزمالك، نجح في انه يوقع تسويه مع اللاعب المغربي صلاح مصدق. صلاح مصدق حصل النهارده من نادي الزمالك على 400,000 دولار. حصل النهارده من نادي الزمالك على 400,000 دولار، هياخد زيهم في نهايه شهر يوليو علشان يتقفل القصه بتاعته. المحامي، انا قلت لك قبل كده، المحامي بتاع صلاح مصدق قال لك يا جماعه هاخر رجلي شويه لحد ما انتم ما تدفعوا، بحيث ان انا لما انت تبعت للفيفا انا كمان هبعت اقول والله الناس دفعت واحنا في اطار التسويه. فالمحامي اللي هو محامي صلاح مصدق قال لهم ان احنا بنسوي مع نادي الزمالك علشان نساهم في مساله ما يبقاش فيه ازمه في موضوع القيد. والزمالك يسعى بكل الطرق وبكل الوسائل يعني ان هو يحل كل الازمات المتعلقه بمساله ايقاف القيد. مدير التعاقدات في الزمالك هيجتمع بالمناسبه مع مسؤول اتحاد طنجه النهارده في المغرب خلال 48 ساعه. انا قلت النهارده خلال 48 ساعه عشان قضيه مستحقات النادي المتاخره من صفقه عبد الحميد معالي وحل ازمه مستحقات اللاعب. نروح بقى لمنتخبنا الوطني، وبقى لنا يومين واحنا الحقيقه في حاله من حالات الهدوء الكبيره جدا جدا. عايز اقول حاله من حالات الرضا الحقيقه برضو على اداء منتخبنا الوطني امام منتخب البرازيل. انا اشوف انه كانت تجربه مهمه جدا، اتعلمنا منها حاجات، ما تعورناش يعني، احنا ما اتاذيناش، بالعكس انا اشوف كل حاجه حصلت فينا هي مكتسب. حتى الجولين اللي دخلوا فيك تلعب منتخب البرازيل بكامل نجومه بكل حاجه، بسلطاته ببابا غنوجه. فانت النتيجه ديت هي نتيجه انا اشوفها اتعلمت منها. في عندنا شويه مشاكل اتكلمنا فيهم، لكن مش مشاكل عويصه، مش حاجات تخوف، مش حاجات تخض، مش حاجات يعني تخليني انا تتهز ثقتي في المنتخب. بل بالعكس في ثقه كبيره جدا جدا في الشارع المصري. الناس كلها بدات ما شاء الله تتكلم عن انه لا حسام حسن عامل حته كده مع المنتخب، لا هنروح مع حسام هنعدي دور المجموعات، في حاجه كويسه ماشيه مع حسام حسن بالاداء وبالشكل اللي له علاقه بالروح القتاليه. ممكن يبقى عندك تاني شويه امور ليها علاقه بالخروج بالكوره، الحاجات اللي شبه كده. نطمن اكتر على منتخبنا الوطني اللي بيوصل لمقر اقامته في امريكا. انا معايا على التليفون استاذ خالد درندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكره القدم ورئيس البعثه في امريكا. ومفيش احسن من كده، الراجل كواجهه مشرفه لينا. استاذ خالد الدرندلي هو غني عن التعريف، حاجه محترمه جدا وفي منتهى الادب ومنتهى الشياكه. استاذ خالد اهلا وسهلا بيك، تحياتي، مساء الورد.
اهلا بيك كابتن ابراهيم، وبشكرك على المقدمه الجميله دي. يا واجهتنا الحلوه، بشرة الخير دايما. يا رب يا رب يا رب، ان شاء الله خير. كلنا متفائلين. واللي عايز بس اطمن الناس ان الحمد لله المنتخب كل الامور ماشيه زي الفل النهارده. احنا جينا امبارح من اوهايو كليفلاند على سبوكين. وصلنا بالليل الاوتيل في منتهى الراحه والحمد لله كل شيء 10 على 10. مكان فعلا بتاع معسكر. جينا التمرين النهارده، التمرين اوريدي شغال دلوقتي. استعدادات كلها ماشيه كويس جدا. الملعب مجهز، الجيم مجهز بتاع الاوتيل وبتاع الملعب النهارده كمان في جيم كويس جدا. اللعيبه بتأدي التمرين اهو دلوقتي. استعدادات التنقلات، التأمين، الحقيقه يعني مش عايز اقول لك يعني امنيا وكل الحاجات اللوجستيه كلها ماشيه كويس قوي. كويس. يعني امبارح لو فعلا حد بيسال تاخير الطياره، بس كان في معانا حاجات زياده شويه لان احنا كنا جايين في الطياره الكبيره بتاعت مصر طيران، فكان معانا حاجات متعلقات ادوات التدريب والحاجات دي. وهنقعد ان شاء الله اكثر من شهر باذن الله. فبيبقى معانا اشياء غير السفريه 3 ايام وبترجع يعني. صحيح. فكان الحموله زياده شويه عن الطياره. فاضطرينا ننزل من الطياره شويه حاجات اللي احنا مش محتاجينها في الوقت الحالي. وبعدناها في تراك هيجي جاي بالحاجه في خلال 48 ساعة. يعني بس هو ده اللي عطلنا امبارح، ان ما فيش حاجة تانية غير كده يعني. ما يجراش حاجة، وارد بتحصل يعني. طيب خليني أسأل حضرتك فيما يتعلق بقى في حديثك مع الكابتن حسام حسن بعد مباراة البرازيل، ما الذي دار بينك وبين الكابتن حسام حسن؟ والله انا عايز اقول لك احنا يعني النتيجه كويسه. انا عايز اقول ان احنا لعبنا دلوقتي 3 ماتشات وكان ده الرابع، وفرق كلها فرق تقيله، فرق كبيره. لما تلعب السعوديه على ارضها، تلعب اسبانيا على ارضها، تلعب روسيا على ارضنا، النتائج كلها كانت نتائج كويسه جدا. فاللعيبه ما بقاش عندها الرهبه من الاسامي. يعني بغض النظر البرازيل طبعا فريق كبير جدا ولازم نعمل له حساب وكل حاجه، بس اللعيبه لعبت. والكابتن حسام كان بيغير تغييرات. يمكن زي ما حضرتك شفت ان احنا الشوط الثاني كان فيه اداء متميز جدا عن الشوط الاولاني كمان، لان انت بتجرب اللعيبه وبتشوف ايه نقط ضعفك، بتزودها، بتعالجها. فكان التجربه ناجحه جدا. فريق كبير، عملت النتيجه يعني التزمنا 2-1 ولكن مش بعيده يعني. الكره مش مكسب بس يعني، وده فريق كبير. فالايجابيات الحمد لله ايجابيات كثيره واستفدنا منها. المفروض نعالج كل حاجه شفناها كانت في حاجه، مثلا في اي حاجه الكابتن حسام بيعالجها، وان شاء الله نامل بقى اللي جاي احسن باذن الله يعني. ان شاء الله باذن الله. طيب هل اتحاد الكره حط مكافاه كدعم للجهاز الفني واللاعبين في حال ما تخطينا ان شاء الله باذن الله دور المجموعات اللي هو الدور الاول؟ طبعا في مكافآت معموله وفي لائحه كويسه جدا جدا جدا، وفي مكافآت اجاده يعني كله ان شاء الله موجود. واحنا بس ناقصنا التوفيق واللعيبه متفائله. وبرضه انا بحب اقول حاجه والله يا مش ببالغ ولا بقى يعني، لا الحقيقه اللعيبه مثال يعني الاحترام والالتزام والتعامل المحترم يعني عايز اقول لك واحنا في اوهايو الناس بتوع الاوتيل وبتوع اللي كانوا معانا في الشركه المنظمه وبتاع كلهم بيشيدوا ان هم واجهه مشرفه الحقيقه في الالتزام في كل حاجه، في تحركاتهم بالمواعيد، في لبسهم الموحد، في تعاملهم مع الناس. يعني الحقيقه واجهه مشرفه، ويا ربنا يعني هيكافئهم ان شاء الله بالتوفيق ان احنا نعمل اللي جاي احسن باذن الله. ان شاء الله باذن الله. هنتكلم دايما مع حضرتك واحنا باذن الله كسبانين وعندنا ثقه كبيره جدا والله في المنتخب وفي لاعبتنا رجاله، وهيعملوا حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله يا استاذ خالد باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا وخالص تحياتي للبعثه بالكامل. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا استاذ خالد الدرندلي رئيس بعثه منتخبنا الوطني وايضا نائب رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. نشوف لقاء لابو صلاح الحته الحلوه بتاعتنا وبعدين نرجع حته في ال20 ثانيه منه. يعني انت هتلحق تبص على اللقاء مش هتلحقه.
يعني حتى هم بيقولوا لي اتقل ثانيه للقائد زعل وانت تبربش ما تلاقيهوش. ابربش ولا ايه؟ يلا هوبا. Well, I think we just like need to focus on our camp and just train hard, and we see in a group. I think we want to make the people proud, and yeah, we do our best. It's a tough group. Everybody has a chance, so we will give it our best, and we see. Hopefully, we can go far. شفت السرعه؟ شفت ما نضيعش وقت. شفت هو الراجل بيتكلم ان احنا عشان بس لو حد ما عندوش القدره انه يقرا، فخليني اقول لك بسرعه الكلام اللي نزل على الشاشه. بيتكلم على انه احنا مركزين جدا في المعسكر بتاعنا، فكروني صح كده، مركزين كويس جدا في المعسكر بتاعنا، وانه الناس عارفه ان المنافسه شرسه، صح كده ولا نعيده تاني؟ والمجموعه صعبه. هو مش قال طف يعني صعب، انا عارف. طيب ما تجيبوا لنا بقى الكابتن حسام حسن، يلا بينا. متواجدين في كاس العالم، ومنتخب مصر يستحق يكون متواجد في كاس العالم اكتر من كده كمان. واني سعيد ان انا كنت متواجد في كاس العالم في 90 في ايطاليا، ومتواجد الحمد لله مع كمدير فني للمنتخب. شرف كبير ليا ان اكون مع منتخب مصر ومعايا اللعيبه اللي هي ان شاء الله اتمنى ان تسعد الجماهير المصريه والجماهير العربيه كلها جميعا. ممكن نتكلم سهل، لكن الاهم ان احنا والاصعب ان احنا ناخد بالاسباب. الاسباب ان انا اجهز فرقتي، ان انا اشتغل على فرقتي، على ان انا اجهزهم على الليفل اللي احنا نشتغل بيه. زائد ان اللعيبه اللي موجوده يعني في كمان اعمار متوسطه كمان واعمار صغيره، مع زائد اللعيبه الكبار النجوم اللي موجودين. عايزين نعمل حاجه، عايزين بندرس الخصم كويس، عارفين امكانياتنا كويس. بذل المجهود لفرحه الشعب المصري مهمه جدا كالعاده، زي كل البطولات اللي فاتت، كاس الامم او التصفيات او حتى المرحله اللي فاتت الاخيره دي قبل ما نيجي نلعب البرازيل واسبانيا وروسيا. بنركز من ناحيه الانسجام والتركيز وان احنا نقرا الخصم من خلال المحاضرات، ونشتغل من خلال الملعب بشكل في تنظيم وفي كنترول كويس، على نوجد هدوء وحاله انسجام من ناحيه اللعيبه تبقى تتعود على بعض، في احترام وحب، وفي جايين على اساس ان هم يفرحوا الشعب المصري. نبي الشياكه، والله شياكه وشكلنا حلو وفي العسليه منه. ربنا يديمها ان شاء الله باذن الله علينا، شكل واداء ونتيجه والدنيا تبقى ماشيه حلو. عظمه والله. ماشي. طيب عندي فاصل، بعد الفاصل استقبل ضيوفنا الكرام الكبار في هذه الليله الكرويه، نتحدث عن منتخب مصر وعن المدير الفني للنادي الاهلي، فخليكم معنا بعد الفاصل. أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، وخلونا نرحب بنجومنا اللي مشرفينا ومنورنا في هذه الأمسية الكروية. السيد فارس، يا فارس بيه أهلا وسهلا بيك. ريما عامل إيه؟ أجواء المنتخب وحشني والله، ويوم جميل. ميرسي يعني على العزومة الحلوة دي روقت علينا. حلو حلوه. لا روقت يوم جميل والله العظيم. انا دايما بتبسط بيكم. ازيك يا دكتور شابوني؟ عامل ايه يا امبراطور؟ اخبارك عامل ايه؟ يدوم يا باشا العز وتعزم وتبسطنا حبيبي. يا عم الله يعزك ومن بعد خيركم، اقسم بالله من بعد خيركم. كان وجودك يا والله. والله العظيم اصحابي اخواتي وحبايبي، ربنا يخليكم ليا. ازيك يا جو؟ ازيك يا هيما؟ عامل ايه يا مملكه؟ يا هيما اللمه الحلوه اللي انت جمتها لنا كلنا دي كلها كانت حلوه بصراحه. ربنا يخليك يا رب. والله كانت قاعده مفيش احلى منها. انا بتبسط بيك والله العظيم، ربنا اللي يعلم. ازيك يا سيد مارك؟ احلى ديوز في حياتي والله. اتبسطت ده علق اتبسطت. ديوز ها حلو من اوله لاخره. واهم حاجه انك مبسوط. الحمد لله. ماشي، بس هي دي اهم حاجه عندنا في الدنيا. ازيك يا شادي يا مؤدب؟ حبيبي يا هيما، ربنا شادي ده حبيبي مؤدب مرتين ثلاثه والله العظيم. الله يكرمك. عامل ايه يا ابو الشد؟ الله يخليك. اولا مبروك الحج. ربنا يخليك يا رب. الله يبارك الحمد لله على السلامه، توحشنا. ربنا يخليك. وشكرا على اليوم الجميل بتاع النهارده، اتبسطت جدا جدا بصراحه، كانت لمه 10 على 10 يعني. ربنا يخليك يا رب. ان شاء الله يبقى وشنا حلو كده على المنتخب ان شاء الله باذن الله. ازيك يا دكتور ثابت؟ الحمد لله تمام. ما انت مؤدب 14 مره يعني. وشه بيجيب الوان يعني، تحس ان هو بيتكسف من اي حاجه. عامل ايه يا دكتوره؟ الحمد لله تمام. كله زي الفل. الحج وشكرا على العزومه الجميله. ربنا يخليك يا رب. دايما مجمعنا كده. طب عشان الناس هتبدا العزومه يا جماعه، انا جبت اصحابي النهارده كلهم اللي انا بحبهم كلهم، وكل النجوم اللي معانا في البرنامج، ورحنا طلعنا كلنا، قضينا يوم لطيف النهارده مع بعض، غدينا سوا وبتاع، ورحنا اتفرجنا على الفيلم بتاع 7 دوجز. بصراحه كان يوم حلو يعني بامانه الله يعني. فانا دايما بتشرف بيكم وببقى مبسوط بيكم جدا. عمو حسن كان معانا. حبيبي يا كابتن. ازيك يا عمو حسن؟ الحمد لله. اتبسطت معانا في النهارده؟
ده كان يوم جميل جدا النهارده، والشرطه بالكباتن كلهم النهارده كانوا مش معايا. اهم حاجه انك تبقى مبسوط يا عم حسن. لا الحمد لله تمام. مبسوط يا عم كان مصطفى؟ يوم جميل والله، والفيلم ما شاء الله التصوير عالي. وكمان انت اتبسطت؟ بس اهم حاجه انك اتبسطت بس. خلاص يوم حلو. جميل جدا بس على بركه الله. كوره ونجوم تحليل ما شاء الله يعني. حبيبي يا درش، حبيبي يا درش، شرفتنا ونورتنا والله العظيم النهارده انت وعم حسن. الله يخليك. طيب نخش في التفاصيل، في الديتيلز. طبعا عندنا شويه تفاصيل حلوه. اكيد كان كتير. شويه ديتيلز حلوه طبعا يا باشا. طيب منتخب مصر عندكم ده واحد، رقم 2 عندك الاهلي، رقم 3 عندك الزمالك. تحبوا تبتدوا بايه؟ المنتخب، لان ماتش البرازيل لسه مدعوف، فالناس ممكن تبقى حابه تسمع شويه عن المنتخب. حلو ده تمام. هاخد تصويت، عامل فوتنج. ها منتخب. انا تمام مع الشباب. انت منتخب ها؟ انت منتخب ها؟ ماشي. ما هو مش هيقول منتخب ما بقاش وطني، هو زنقنا منتخب. اداها لنا كده. بص ده برضه ديب بيقيم ديب، ده ديب قاعد بقى خلاص. بص كارت عنده الناحيه الثانيه، اي حد خلاص ماشي. طيب ماشي خلاص، خلينا بقى اسالكم بقى، بما ان احنا اتكلمنا عن المنتخب، فما رايكم في وديه البرازيل؟ ادوني بس عناوين سريعه. وديه البرازيل شفتها ازاي من وجهه نظرك؟ وديه البرازيل هي لازم ماتش نتحط فيه من بدري، وانا كنت عايز ان المنتخب يتحط في تجارب زي دي، ان انت بتلعب في ليفل تاني خالص. المنتخب يعني اللعيبه اللي عندنا اغلبها محليه، وبيبقى مستوى المنافسه طبعا في الدوري المصري وفي البطولات الافريقيه المحليه مش بالليفل ده. فانت لو هتتحط في الليفل ده تنظيميا هيبقى عندك شويه مشاكل، فانت لازم تتحط في الليفل ده عشان اللعيب يبدا يشوف رتم اسرع، افكار اكتر. رتم اسرع، ان لعيبه البرازيل انتشارهم بيتغير بسرعه جدا، والافكار نفسها بتتغير، فلازم تعرف انت ازاي تتعامل مع ده، تراجع المرجعيات بتاعتك مع زمايلك، اللعيبه تنسق مع بعض ازاي تتواصل ضد ظروف اصعب. الصراعات الثنائيه نفسها، احنا شفنا البرازيل، لعيبه البرازيل ناشفين جدا في الصراعات الثنائيه، اللعيب ما بيلاقيش وقت على الكوره، خط الباص بيتفتح ثانيه وبيتقفل. الافكار بتاعتنا حتى لما انتستها على الليفل ده، لو لعبت بعد كده مثلا ضد ايران او نيوزيلندا لقيت الدنيا اسهل. لما ايه؟ لما انتستها نتستها؟ جربها. يا نهار ابيض على الكلمه اللي اتزنقت في النص. انا قلت انجليزي والله، بس انا مش عارف. تيست يعني نعملها تيست. عادي خالص، ده مش انجليزي. نتستها دي ده من تحت العربيه. اسمها ايه دي؟ دي من تحت عربيه الفول. شو مثقف. ايه؟ مثقف. لا يعني دي بتيجي فهم في اللغه يعني. لا دي من تحت عربيه ايوه الفول. نتست تيست فنتستها. ماشي حلو ده، حلو ده حلو. يلا فلما انتستها على الماتشات ايه اللي يحصل؟ لو نزلت بعد كده ضد ايران ونيوزيلندا لقيت المستوى اقل، ده يبقى في مصلحتك. لكن ما تروحش ضد ايران ونيوزيلندا تكتشف ان ليفل التنظيم عالي فتبدا تتخض. ماشي. تاني حاجه، افكارك انت في الملعب ضد منتخب بالقوه دي، لو حاولت تطبق حاجه، مش مشكلتي ان انت فشلت في حاجه، مش مشكلتي ان في لعيب غلط، مش مشكلتي ان المنتخب حاول يطبق افكاره غلطت، المشكله هتبقى عندي لو انت ما حاولتش تعمل حاجه. لكن لما تنزل ضد ماتش اسهل ان شاء الله وتحاول تطبق الافكار دي بعد ما تكون راجعتها، نتيجه ان انت مثلا كان في التحضير مثلا منتخبنا بيحاول يطلع من على الاطراف، كان ممكن نطلع في نص الملعب، لان البرازيل كانت بتحاول في نص الملعب يبقى في لعيب واحد على الارتكازين. طب ما تيجي نجرب فكره ثانيه، نطلع على الارتكازين، طب نبدا نشتغل مع مروان ونشتغل مع مهند يطلعوا بالكره عشان ما يتكررش ده. طب لو ما كناش احنا عملنا كده في ماتش البرازيل مش هتعرف مشكلتك فين. فلما تعرف مشكلتك فين تبدا تعالجها، نوجد نمط ثاني غير الخروج على الباك، والباك يلعب الوينج مثلا فيطلع الكره على لعيب الارتكاز. طب لما الكره جت لعيب الارتكاز، لا هو كان في مشكله ان زيكو يقرب يخلق باصه مع مرموش، لا الاثنين ينزلوا. طب هل زيكو كان جاهز يلعب 10؟ لا نبدا نغير، ندخل امام عاشور. طيب المرجعيات بتاعت المدافعين النهارده كانوا بيلعبوا ب4 في نص الملعب واحنا 3، فتغيير التمركز، ياسر ابراهيم اخرج ولا ما اخرجش؟ طب ما نفكر ان احنا مثلا تريزيجيه يدخل جوه الملعب بدل ما هو يطلع مع الباك، بحيث يبقى 4 على 4 عشان ياسر ابراهيم ما يخرجش. ان خروج ياسر ابراهيم فانت هتحط 1 على 1 حمدي فتحي ورا مع ايجور تياجو. فدي كلها حاجات مهمه انها تحصل. لو فضلت تلعب ماتشات ضعيفه عمرك ما هتتحط في الليفل ده. تاني حاجه، الشوط الثاني البرازيل نفسها غيرت طريقه لعبها، فانت لازم تتكيف. لعبوا بطريقه ثانيه، هاجموا اكتر من على الاطراف، رجعوا منطقه الضغط، فانت بقيت بتلاعب فرقه بتقابلك من نص الملعب. طب منتخب مصر معاه الكوره، هل انا اقدر العب باثنين ارتكاز بس؟ لا، لما امام عاشور كان بيطلع مع ابراهيم عادل وكريم حافظ، تيجي تعمل حاجه اسمها السويتش في الاستحواذ عشان تهاجم من الناحيه الثانيه، ما ينفعش يعملها حمدي فتحي ومروان عطيه، فصلاح لازم يدخل كوينج عكسي. طب ساعتها محمد هاني ياخد ادوار هجوميه اكتر، لا نشتغل على الحاجات دي. كان هيثم حتى كمان، هيثم حسن لما كان قبل صلاح. طيب فارس برضو اديني. الصراحه مشكله، خلي بالك ليه؟ انا شايف نغمه اليومين اللي فاتوا كانت بتقال تخص المنتخب في فكره انه والله كويس قوي ان احنا بنلعب مع منتخبات زي البرازيل ومش خايفين. يا جماعه العالم كله بيلعب المباريات دي. يعني تونس بتلعب المباريات دي، الكاميرون، جنوب افريقيا، نيجيريا، كل الدول المشاركه من افريقيا حتى او خارجها في كاس العالم بتحتك الاحتكاكات المهمه دي. فمش كريدت ان احنا مش خايفين بنلعب مع فرق زي البرازيل، ده الطبيعي. المنتخب ليه هويه مع حسام حسن في الرسم التكتيكي، بمعنى
احنا فريق بيلعب مش كره استباقيه، بيلعب على رد الفعل، ده واضح. بس انا عندي مشكله. ايه هي؟ انا مش فارق معايا النتيجه، كسبنا كام خسرنا كام، النتيجه في المباريات دي ما بتفرقش معايا. امال ايه؟ عندي مشكله ان انا واضح لي جدا ان المين تارجت لكابتن حسام انه يعمل كثافه دفاعيه واحنا تحت الكوره بشكل واضح، وفي المواقف اللي انت بتتحط فيها في اغلب الوقت حتى في التحولات علينا. بس عندي مشكله ان الكثافه دي مش الكثافه بتاعت كابتن حسن شحاته. يعني ما فيش ابراهيم سعيد او هاني سعيد في الخروج بالكوره، ما فيش في نص الملعب محمد شوقي او احمد حسن او حسام غالي أو عيب طريقه ولا عيب؟ لا، هو كواليتي اللعيبه اللي موجود دلوقتي غير الوقت ده خالص. بس في نفس الوقت لا، بشكل واضح انا محتاج اكتر لعيبه الكوره في الملعب شويه، لان انا بشوف لما بنبدا ناخد الكوره ونبدا نطلع بالكوره، لا احنا عندنا مشكله، وعندنا مشكله كمان على الدايره. ان انا بشوف ان امام عاشور ده اولويه يكون موجود، لان كام لعيب عندك عنده قدره انه ياخد الكوره ويتحرك ويطلع بالكوره ويوزع لعب. فانا بشوف ان لا، محتاجين نكتر لعيبه الكوره شويه. وبما انك ما عندكش لعيبه كوره كتير، فلازم نفهم ان عندنا رهان فني مهم جدا على انك تجهز امام عاشور في حاله بدنيه كويسه وتديله ثقه. لان انا زي ما بقول لك الفكره عندي في ان ماذا بعد ما الكوره تبقى معاك، لا محتاج تكون اسرع. عايز بقى اقف عند مصطفى شوبير، لان مصطفى شوبير انا مش شايف ان هو بينال بس اشاده مستحقه، لا ده اشاده متاخره شويه. لان مصطفى شوبير مش افضل لاعب بس في مباراه البرازيل كرقميا وتقييم، ده كمان في مباراه اسبانيا. طب لو بعدنا عن الفريندلي ماتشز او اللي هي المباريات الوديه اللي في الفتره الاخيره، هو اخر مباراه رسميه امام نيجيريا كان اعلى تقييم برضه في منتخب مصر. يبقى اخر 3 مباريات نقدر نقول ان هم في ليفل عالي كان هو مان اوف ذا ماتش. وبرضه مستغرب شويه التعامل مع مصطفى شوبير كانه مفاجاه. مصطفى شوبير ده كان في 2024 السبب الاول لتتويج النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا. مش مفاجاه بقدر ما هو في حاله من حالات التطور، يعني هو بيتطور طبعا. فالناس برضو بتحب تشوف اي لعيب تقول لك ايه، انا لسه ما شفتوش في الاختبار القوي. فاول لما الناس تشوفه في الاختبار القوي تبتدي تقول لا ده والله ده ما طلعش، لا ده واقف على رجله، ده الواد طلع جامد، ده لا ده بسم الله ما شاء الله. فما اظنش ان هي حاجه ليها علاقه بالمفاجاه بقدر ما هو الناس شافت انه التقييم الحقيقي دايما بيبقى في الصدمات. فالناس شافت ماتشات كبيره فحست انه لا هو يستحق تقييم كبير. بس هو انا بشوف ان هو بالعكس، ده اللاعب ده كان مرشح لافضل مش حارس، افضل لاعب داخل القاره وافضل حارس على مستوى القاره في 2024. هو كل ده تمام شوية. كل ده تمام، بس انت بتتكلم في ليفل التوب ليفل، انت بتتكلم في قبل كاس عالم. معلش مصطفى بيلعب على مين؟ على الشناوي، حارس عملاق، احسن حارس في مباراه اوروجواي. ده ليفل بيتطور فيه مصطفى، لانه بيركب كحارس اول في واحنا على مشارف الدخول لكاس العالم وعنده ثقه. فانت الناس تقييماتها طبيعي اللي ده كويس، ده مش كويس. طب انت فهمت الفكره عامله ازاي؟ لكن ده مش معناه ان الناس كانت متفاجئه. هي الناس بس كل ما في الموضوع انه لا هو بيلعب في ليفل اعلى بكتير. ما تنساش ان مصطفى قعد فتره كبيره برده كمان كان بعيد لحد ما اخر فترات في تورب بس هو اللي بدا ياخد. فانا اشوف ان تقييمات الناس لا حقيقيه واقعيه، لان هو الليفل اللي بيلعب فيه دلوقتي. انا لما اشوفه قدام اسبانيا الاقيه كويس، اقول طب لما اشوفه قدام روسيا فالاقيه كويس، ولما اشوفه قدام البرازيل فالاقيه كويس، فاقول لا والله ده الراجل ده يستحق مكان. بس هو ده الفكره. بقول لك جمله بقى عن مصطفى غريبه شويه. مصطفى شوبير من افضل الحراس على المستوى الفني اللي ظهروا في السنين الاخيره، ولكنه الافضل على مستوى العقليه والثقافه الكرويه وفكره الاتزان النفسي. هو مر بمواقف ما كانش يعديها ب10 من 10، مش مواقف فنيه بالمناسبه، يعديها بنسبه 10 من 10 الا لو هو شخص متزن نفسيا مثقف عنده قدره ان هو يتعامل مع المواقف دي. فانا بقول له شابوه، كمل، انت قادر تروح لحته كويسه جدا ومستنيين منك الاكتر في كاس العالم. طيب اهو يا جماعه انا بقول في عز ما الاشادات بتنهال على مصطفى شوبير، في عز ما الاشادات بتنهال، كره القدم هي تظل طول الوقت خاضعه للعاطفه. فبرضه الناس لازم تبقى فاهمه كويس. اهو في عز الاشاده مصطفى هيغلط طبعا، هيغلط زي اي حارس مرمى، هيجي عليه وقت مش هيبقى احسن حاجه. خليكوا بس فاكرين انه في زي ما بيتقال ايه، نقطه وسط. لا انت بتهيل التراب على ما قدمه الراجل من حاله تصاعديه،
ولا انت في نفس الوقت بتوصله لفكره المجد العظيم، لان هو لسه ما عملش لسه حاجه. يعني عشان دايما الناس يقول لك ايه في الاعلام، امسكوا يا جماعه الكلام بالحته المظبوطه علشان خاطر ما نطلعش اللعيبه في حته هم نفسهم رجليهم ما تبقاش على الارض. فتاني مصطفى زيه زي اي حارس مرمى في الدنيا هيغلط وهيبقى عنده وقت مش هيبقى احسن حاجه. افتكروا بس يا جماعه الكلام الكويس اللي انتوا قلتوه عليه عشان خاطر تبقوا عارفين على الاقل تعملوا بالانس ما بين النقد الموضوعي وما بين الكلام اللي بيبقى اي حاجه. طيب خلينا نروح لشادي. الى اي مدى مقتنع باداء منتخب مصر؟ والى اي مدى شايف ان انت فرصك قدام بلجيكا كويسه؟ ليه لا ما اكسبش؟ ليه لا ما اطلعش بنتيجه ايجابيه؟ هو مبدئيا كويس ان احنا في ظرف فتره قصيره لعبنا اسبانيا والبرازيل. انت بتلاعب اقوى منتخبات في العالم. دي حاجه بتدي للعيبه عندك ثبات نفسي شويه، انك هتلاعب بلجيكا واحد من اقوى المنتخبات في العالم وفي الافتتاح كمان. دي كانت مهمه جدا. طيب هل الطبيعي، يعني انا برضو يعني بفكر كلنا عندنا تطلعات ان منتخبنا وهو بيلعب البرازيل يبقى عايز يروح ويسجل، بس هل الطبيعي انت بتلعب اسبانيا والبرازيل وبلجيكا، هل طبيعي ان انت تبقى اللي واخد الرياده في الجيم؟ لا طبعا. انا شايف انه مش طبيعي. فشايف انه مش انت اللي هتبقى سائق الحصان. صعب في فرق امكانيات يا جماعه. يعني انت النهارده ده فينيسيوس جونيور يعني شفت الحتتين مش اللي هو طبيعي يعني الكوره كده، عارف انت لما بتلعب فيه فتقوم دايس بالظبط دوكو خلي بالك. ها تقوم دايس زرارين السبيد كده فيقوم يجري. هو انت تدي كده وراح معدي كده. فانت بتتكلم في فينيسيوس، بتتكلم في منتخب اسبانيا مصنف رقم 1 في العالم، بطل اليورو، بتتكلم في لامين يامال، بتتكلم في دوكو. يا جماعه يعني ساعات بقول بس ايه عندنا طموح باشا. احنا اللي دهنا الهوا دول. ايوه صح. سبحان الله. فيعني كلنا عندنا طموحات، عايزين نروح ونتعادل ونكسب، بس يا جماعه بس بالراحه واحنا بنتكلم عن الناس دي. انت بتتكلم في ليفل الناس بتلعب في البريمير ليج ولا ليجا، تلعب في احسن انديه في العالم. فمش طبيعي ان انا هروح قدام المنتخبات دي. هروح بقى المغرب بجلاله قدرها اللي خدت رابع عالم كانت بتلعب تحت الكوره في المونديال على فكره مع الركراكي في 2022 ما كانتش بتروح تلعب جيم استباقي. برافو عليك. اندر دوج. بلعب تحت الكوره. ما هي دي امكانياتنا يا جماعه، مش عيب مش عيب، بس العيب ان انت تبقى زي ما فارس قال بقى. طب انا دلوقتي هلعب تحت الكوره ده عادي، انا لما يبقى معايا الكوره بقى هعمل ايه؟ عايز تحول بقى صح؟ عايز تحول. ليه؟ انا مش هروح في الجيم كله غير كورتين 3 تحول. لازم اخطف واحده فيهم. فدي اول حاجه. انا مبسوط جدا جدا بفكره ان الكابتن حسام حسن جاب لعيب زي مصطفى زيكو. بجد يعني برافو كابتن حسام، برافو. لما كان كيروش بيعمل دي مع محمد عبد المنعم ومع عمر كمال عبد الواحد، الله عليك يا كيروش يا عبقري يا اللي بتكتشف لعيبه من الدوري. طب لما كابتن حسام بيعملها ليه يا جماعه ما نديلوش الكريدت؟ فدي برضو نقطه عايز اتكلم فيها مهمه. يمكن بس عمر مرموش يعني مرموش خرج الكره من رجلك بسرعه شويه. ايوه لان انت الامل بتاعنا، انت الامل بتاعنا في التحولات دي اللي هتخطف واحده. بيطول شويه. يعني مرموش انت لعيب جامد قوي دلوقتي. عارف انت بالبلدي كده بنقول عليه بيأنن شويه. ايوه بيأنن. وهو حسام الرهان عمر مرموش. يعني هو حسام الرهان بتاعك اللي هيخطف لك الكوره. في ماتش اسبانيا عمل واحده جت في العارضه، هي دي اللي احنا هنلعب عليها. غير كده انا شايف انه لا في يعني في غلطات طبيعي يا جماعه. ليفل سرعه مرعب يا جماعه. ضغط يعني مش سهل يعني. لو تسمح لي بقى انا عايز اتكلم على مصطفى شوبير في حاجه. انا مش بدافع عن نفسي ولا حاجه، بس عايز اتكلم لان هي ايه يا شادي. انا بس هحلك من الحرج اللي انت هتقوله، عشان انت في وقت من الاوقات انتقدت مصطفى شوبير. عادي جدا جدا في الكوره، ده وارد. صح. تاني عايز اقول نقطه مهمه. انت تقييمك بيبقى خاضع طول الوقت لايه؟ لما يقدمه اللاعب. صح. وجزء منه لانك اهلاوي، جزء منه له علاقه بالعاطفه. صح. فانت مش عارف تنسلخ ده عن ده. انا بتكلم عن شادي عشان بس احل لك القصه اللي انت فيها ديت. فطبيعي جدا جدا يوم ما تقول لمصطفى شوبير، يوم ما انت ما جيت قلت مصطفى شوبير لازم ياخد فرصته وكذا 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 وكذا. انت مش انا اكتر حد على فكره. انا بتكلم عنك انت مش حد تاني. وانت انت نفس الشخص اللي جه قلت في وقت من الاوقات لما مصطفى اتكعبل في كذا ماتش ورا بعض، يا مصطفى انت خذلتنا. قلتها بلهجه المشجع وجزء منه له علاقه بالنقد. طيب هذه قناعات متغيره بالضروره مع اللعيب اللي بيغير امكانياته ويتحسن ويرجع افضل. فلما يتحسن، لو انت شخص مغرض، لو انت شخص مش سوي، لو انت شخص عندك اي اهداف تانية، عمرك ما تغير كلامك، عمرك ما تغير قناعاتك، تفضل طول الوقت لا بس اصبروا بس عليه الماتش اللي جاي بس هيقع. طب ما انا قلت لكم بس يا جماعه. اسهل حاجه انك تراهن على الفشل. صح. لكن هو الشخص السوي الطبيعي هو الراجل اللي بيبقى بيقيم اللي هو شايفه. انت بقالك 3 4 ماتشات وحش، فانت راجل بتقول لا انا مش مبسوط، مصطفى انت مش كويس. هو نفس الشخص اللي انا لما اشوفك انت كويس ماتشين 3 ورا بعض اقول والله برافو عليك انت كويس.
هي دي قناعات كره القدم. وانا دايما بقول للناس في فرق ما بين التقييم بتاع الكوره اللي مبني على اداء، انت بتعمل شو، انت بتعمل عمل ابداعي فانا بقيمه النهارده وبقول والله او ان انت بتتكلم على مبدا. ده مش مبدا ثابت، مش حاجه ثابته، ده مش مبدا، ده اداء فني بيعلى وينزل. ما تستنانيش انا طول الوقت انت ادائك بيعلى وينزل ان انا اقول نفس الحاجه، صح. لا فوق ولا تحت. وهو معلش يعني انا طبعا يعني خلصتها لك يعني بس عشان بس انا عارف دماغك انت عايز تقول ايه يعني. بس عايز اقول حته بقى في الموضوع ده. انا مصطفى هنا كنت معاك يا ابراهيم، طبعا انت اكبر من برنامج متشاف، وكنت كل مره بقول لك انا بشتري مستقبل، بشتري حارس مرمى. انا دي قناعاتي من يوم ما مصطفى طلع. انا هديك بس موقف واحد على مصطفى شوبير. انا كنت موجود في نهائي دوري الابطال 2023، كنت موجود في الملعب ماتش الاهلي والوداد. محمد الشناوي مصاب، علي لطفي لسه راجع من الاصابه، وكولر قال انا هدي مصطفى شوبير. انا نازل الماتش ده قبل في التسخين، كلنا كجمهور خايفين جدا، والناس شجعت مصطفى شوبير جامد قوي. انا قلت الراجل ده الماتش ده يا هيبقى بدايه ليه، ممكن الماتش ده يخلص عليه. مصطفى عمل ماتش يعني تاريخي، شايل فيه كوره مع نهايه الشوط الاولاني من ضربه حره مباشره ليحيى عطيه الله. كوره ما ينفعش تتمسك، شايل كوره من 6 ارض ما تتمسكش، وشايل واحده من 6 ارض. واليوم ده انا عرفت ان احنا قدام يعني ولاده حارس مرمى عنده شخصيه. والحته اللي انا عايز اكد عليها فارس، هو مش بس هو موهبه، هو دماغه مختلفه، وده اللي بسطنا. يعني برافو، يا رب يكمل كده دايما يعني. طيب خلينا برضو عندي شويه تفاصيل عايز اتكلم فيها برضو في الجانب الفني تخص المنتخب وتخص اداؤه. عدد واحد فاصل في السريع، نرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه ولسه مستمرين معاكم في حوارنا الكروي الفني. ايه اكتر حاجه عجبتك في ماتش مصر والبرازيل، وايه اكتر حاجه ما عجبتكش في ماتش مصر والبرازيل؟ تكلم كما لو انك كنت في ارزع مع مروان سعد. مش هينفع، ده هيبقى صعب، ده مش هينفع. كان فضل بالشرط، كان فضل بالشرط. انا غلطان، صح صدقني. انا غلطان، بلاش مروان في الموضوع. ايوه بلاش، ده خطر جدا. يلا اوعى. لا ما انا عارف. اوعى. وانا عايز اقفل البرنامج واروح. طيب خلينا نقول ان منتخب مصر دخل كذا تحدي قبل كاس العالم مهم جدا من بعد كاس الامم الافريقيه. لعبنا ضد اسبانيا، ضد السعوديه، ضد البرازيل، 3 فرق جامدين جدا، 3 فرق على مستوى كويس جدا. كنا بنتكلم قبل بدايه الماتشات دي ان مصر رايحه تشيل وساعتها هنشوف حسام حسن هيحصل معاه ايه وبعد كده يبقى نرجع، صح؟ ده كان الكلام كله اللي كان داير. كسبت ماتش اللي هو السعوديه وعملت اداء كويس جدا، والسعوديه هي ادائها انت لعبت فرقه اسيويه، ففي الغالب انت بتحاول تقرب من ايران او نيوزيلندا، او بتحاول تقرب يعني يمكن نيوزيلندا خصم طبعا اضعف بكتير من ايران والسعوديه، فانت حاولت انك تاخد مدرسه من هنا. لعبت اسبانيا والبرازيل اللي هي مدرسه تحاول تقرب من المدرسه البلجيكيه، على الرغم ان البرازيل واسبانيا هم خصم اقوى من بلجيكا. يعني انت لما تيجي تحط بلجيكا في كفه والبرازيل او اسبانيا في كفه ثانيه، لا طبعا كفه البرازيل واسبانيا ترجع تكسب كفه بلجيكا، خاصه ان بلجيكا دلوقتي داخلين في حاله ان هم ما بين اجيال، يعني ما بين اجيال، وهو الجيل ده قدامه خلاص اللي هو بيبتدي ينتهي مع جيل جديد بيبتدي ان هو يشتغل. عجبني ايه في منتخب؟ عجبني ان احنا اولا غير كاس عالم 2018 لو تفتكر، احنا المره دي تحس ان احنا محضرين، مسافرين من بدري، رايحين شغالين صح، بنلاعب عارفين احنا هنلاعب مين من اول يوم، عارفين الجدول بتاعنا شكله عامل ازاي، عارفين هنسافر نقعد فين، هنعمل ايه، الكلام ده كله. دي حاجات كلها مميزات كتير جدا. انا دي عجباني في المنتخب. فكره كمان ان انت رحت من بدري امريكا عشان تتعود على الاجواء وتتعود على درجه الحراره والكلام ده كله، لان منتخبات كتير جدا من ساعه اللي راحت وهي بتشتكي. انت ما رحتش كاس العالم انديه صح؟ لا والله العظيم لو كنت رحت كنت كرهت هدومك، الهدوم اللي انت بتلبسها كده كنت تكرهها. انت شفت منتخب النرويج بيتمرنوا وهم قالعين التيشيرتات كلها وحاطين يحطوا ثلج على مش قادرين، مش مستحملين يعني. انا مع النرويج بس بيظبط بتبقى حاجات دور على ايه؟ سرحان ده نام بخرج من زمان ومكان.
دور على ايه جوه؟ ديوس طول ديوس طول دور على ايه جوه؟ مش متعود اقعد كل ده لسه. يلا طب كمل، انا اسف كمل. بتتكلم على ان فرقه زي منتخب انجلترا كان بيلعب منتخب نيوزيلندا بالمناسبه، كسب 1-0 وطلع توخيل بعد الماتش طلع قال لك على فكره الارض وحشه، الجو وحش، ويعني اشتكى من حاجات كتير. انا مبسوط اولا ان احنا هنلعب بلجيكا اول ماتش بالمناسبه، كويس ان الماتش ده ما جالناش بعد كده، لان انت لما تلعب بلجيكا اول ماتش اولا كل الفرق بيبقى عندها فكره البدايات شكلها تبقى عامله ازاي، وكل الفرق بتبقى متخوفه من البدايات، وكل الفرق دايما بتظهر بتبتدي تاخد رتم البطوله ولما تمشي في الماتشات، فكويس انك تاخد بلجيكا في الاول وهم لسه بيبتدوا عايزين يبتدوا ياخدوا الرتم، وانت كمان نفس الكلام، وتبتدي تتدرج وتمشي في الماتشات واحده واحده، فانت تخلص بلجيكا بدري ده اريح بكتير. ما عجبنيش ايه بقى في الماتش؟ ما عجبنيش اولا فكره ان انت عندك بتلعب ب2-6 في نص الملعب. ليه؟ هقول لك ليه. الفكره من حيث الشكل من بره كده منطقيه جدا، من حيث التطبيق ما كانتش منطقيه جدا. ليه؟ الخروج بالكره كان عندك فيه مشكله. لا، اولا انت عشان تخرج بالكره لازم تبقى حاطط استراتيجيه، زي ما شادي قال مهم قوي تبقى مقرر انت هتعمل ايه وانت بتخرج بالكوره، يعني خلاص احنا هندافع وعارفين السيستم بتاع الدفاع ازاي، عارفين هنرحل ازاي، عارفين اللعيبه هتبتدي ترحل في الملعب بشكل عامل ازاي، بس اول لما هاخد الكوره هعمل ايه؟ فاكر لو تفتكر احنا في ماتش السنغال كنا بنلوم على المنتخب ايه؟ فكره ان احنا كنا دايما ناخد الكوره ونقوم مطوحين ونشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. في كذا لقطه في الماتش لو حد اتفرج على الماتش تاني هتلاقي ان في لعيبه كانت قادره انها تنزل تحجز على الكوره فتاخد الكوره وتقدر انها تسلم للعيب تاني. مين اللعيبه دول؟ اللعيبه اللي متاسسه صح، اللي هم هيثم حسن، اللي هم صلاح لما نزل، مرموش، دي اللعيبه اللي انت كنت لازم تبتدي تشتغل الكوره عليهم، اللي هو انا هسلمك الكوره، يبقى ساعتها ما قررش بقى ان انا اطلع على مين؟ ما قررش ان انا اطلع على مروان ومهند. مش عايز الوم على مهند في الجون، على فكره كويس مهند كواليتي عالي بس هو ما كانش متوفق. هو كان نجم ماتش اسبانيا بالمناسبه. لا وبالمناسبه كويس انك بتغلط في الماتشات دي. هي الماتشات دي معموله عشان تغلط، وعشان يبتدي المدرب يقول لك خلي بالك انت هنا، بص حصل 1 2 3 فيا جماعه المفروض ما يحصلش كذا او المفروض يحصل كذا. مش عايزك بقى لو انت قررت انك هتلعب ب2-6 في مباراه بلجيكا ما تقررش انك تطلع على مهند ومروان عطيه لان مش هيسعفوك، ولازم تحط بلان تانية على هطلع على لعيبه زي مين. ولو انت عايز رايي نلعب بشكل عامل ازاي في ماتش بلجيكا، انا شايف ان احنا نلعب لطريقه اقرب لل4-4-2، وصلاح لازم يتحول كل الناس خايفه من 4-4-2 يا جو، انت الوحيد اللي يرجع عشان لا قصدي لا ال4-4-2 خطورتها في فكره ان انت تعرف تمسك صح اصلا، ودايما بيبقى عندنا مشكله ما بين المساكين، وعندنا مشكله ما بين المساك وبين الباك رايت والمساك والباك ليفت، بقى دايما عندنا مساحات، على عكس انا لما ببقى متدفي شويه بليبرو ساقط شويه ب5 بتبقى عندي خليني اقول لك الدفاع ب5 صعب قوي. ممكن تقلبها 5 بوجود الدفاع ب5 صعب قوي. الدفاع ب5 ليه؟ طب ما انا عملته حلو قدام اسبانيا، الدفاع ب5 عملت كاس الامم، ليه الدفاع ب5 ليه؟ ومن غير تحضير لما بتيجي تتحول وانت ب5 ما بتعرفش تعمل ايه، دي مشكله كبيره جدا. طب ما انا احاول بقى اعرف ابين ما هو انت ما هحاول ده، مفيش وقت ومفيش مجال ان ال4-4-2 هتديك ميزه ايه؟ فكره ان صلاح اللي انت قلقان ان صلاح ما بيرجعش يدافع في جبهه هيكون فيها موجود فيها دوكو على محمد هاني، فلا انت ممكن تحط هيثم حسن وصلاح ومرموش، والناحيه الشمال مثلا تريزيجيه وايا كان هتلعب ازاي، ويبقى عندك 4 قدام، فتريزيجيه وهيثم حسن بيرجعوا هم اللي ينزلوا يقفلوا الملعب مع الباكين، فساعتها انت بتبقى قافل نص الملعب، بتدي كمان فرصه للاعبين اللي هم ال6 اللي انت ناوي تلعب بيهم ان هم يبقوا واقفين في نص الملعب ويقفلوا عمق الملعب اكتر. دي الطريقه اللي انا شايف ان احنا نلعب بيها قدام بلجيكا، عشان تدي حريه لصلاح ان هو ما يضطرش انه يرجع كتير، تدي حريه لمرموش ان صلاح ممكن يبقى محطه هو اللي بتبني عليها عشان يبتدي يجري مرموش بعد كده، فيبقى انت كده بنيت الخطه بتاعتك على فكره ان انا عارف ازاي ادافع وازاي لما اطلع بالكره ازاي اهاجم، عشان كده بقول ان الاحسن دي احسن خطه نقدر نلعبها. تشتري انهي طريقه؟ انا هشتري ال5 ورا طبعا. بس هقول لحضرتك الاول كل اللي انت عايزه، مؤدب. ماشي. الكابتن حسام حسن اكتر مدرب جريء. ليه؟ لما جاب اسلام عيسى وحطه في ماتش اسبانيا وكان واحد من نجوم الماتش، اسلام عيسى ما كانش معروف، الوحيد اللي وثق فيه وجابه الكابتن حسام حسن. المره دي جاب مصطفى زيكو وحطه، وبرده كان عليه كلام ازاي تجيب مصطفى زيكو بيسجل الجون الثاني للمباراه الثانيه على التوالي دوليا وبيتالق برده.
انا شايف ان اكتر واحد استفاد من مباراه البرازيل الكابتن حسام حسن. اقول لحضرتك ازاي. هو لعب بطريقتين لعب. الشوط الاول احنا لعبنا 4-4-2 4-4-1-1 زيكو تحت عمر مرموش، وكان على الاطراف هيثم حسن وتريزيجيه. الطريقه دي الشوط الاول انا شايفها اثبتت فشلها. ليه؟ عيب الطريقه ديت الزون 14 بتاعتنا، المساحه اللي ورا مهند لاشين ومروان عطيه كانت مكشوفه، فعامله مساحات كبيره جدا ما بين قلبين الدفاع. عشان كده كنت لو شفت الشوط الاول هتلاقي ان لولا مصطفى شوبير مصر كانت تخسر 3 مستريح، لولا تألق مصطفى شوبير. تعال شوف الشوط الثاني هو عمل ايه. هو ذكاء الكابتن حسام حسن لما شاف المساحه دي اللي هي ما بين مهند لاشين في ظهر مهند لاشين ومروان عطيه فاضيه خالص، راح منزل حمدي فتحي مع بدايه الشوط الثاني ونزل عبد المنعم. ليه؟ هو بيجرب طريقه اللعب دي في الشوط الثاني ان هو يلعب 5 ازاي؟ ان حمدي فتحي يبقى ليبرو، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، احمد فتوح، محمد هاني، مهند لاشين، مروان عطيه، ونزل بقى صلاح ومرموش وتحتيهم زيكو. يعني لو عملنا، انا معايا بس مقارنه ما بين الشوط الاول والشوط الثاني. افتكروا ان الشوط الاول كنا بنلعب 4-4-2، الشوط الثاني كنا بنلعب كام؟ يلا هاتوا لنا المقارنه جوه وبره عشان جوه اللي عندنا وبره. يلا 5-3-2. عيب الشوط الثاني ان الكابتن حسام زي ما بشيد بيه، لا انت عيبك الشوط الثاني ان انت اتاخرت في التغييرات. زيكو كان المفروض يطلع من بدري لانه تعب، ونزل امام عاشور عشان يعمل ربط بين الخطوط وينقل لي الفريق من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بشكل افضل. بص الاحصائيات بتقول ايه. الشوط الاول نسبه دي ارقام مصر بس ماليش دعوه بالبرازيل. مصر الشوط الاول استحواذها 43%، الشوط الثاني 55%. يعني انت الشوط الثاني لما لعبت 5 ورا 5-3-2 استحواذك كان احسن. محاولاتك، بص المحاولات الشوط الاول مصر عملت محاوله واحده بس اللي جت جون. الشوط الثاني رحنا 4 محاولات وبدات الاطراف تشتغل. احمد فتوح بدانا نشوفه داخل منطقه الجزاء، محمد هاني بدا يزيد. ليه؟ لان انت لعبت ب3 ورا فاديت اريحيه للظهيرين. بعد كده بص على المحاولات على مرمى مصر. ليه اخر نقطه دي مهمه قوي. محاولات البرازيل على مرمانا الشوط الاول 9 محاولات، الشوط الثاني 3 محاولات. فده بيقول لك ايه؟ كل الارقام بتقول ايه؟ بتقول ان الشوط الثاني مصر كانت احسن من البرازيل لما لعبنا 5 ورا. بس كان ايه اللي ناقصنا؟ يعني انت الشوط الثاني كان احسن لما لعبت 5-3-2، ودي الطريقه المناسبه لمصر تحديدا. بدات تمسك كوره، بدات تستحوذ، بدات تشيل العيب بتاع العمق الدفاعي الموجود اللي كان موجود في الشوط الاول. اللعيبه بقت قريبه من بعض. لكن امام كان المفروض ينزل من بدري شويه مكان زيكو. زيكو تحس ان هو ارهق بدنيا. امام لو كان نزل 10 تحت صلاح وتحت مرموش كانت هتفرق. يعني انا شايف ان الكابتن حسام ذكي جدا ان هو جرب طريقتين. الشوط الاول لما لعب 4-4-2 هو لعب بيها ليه برضه؟ لانها نجحت قدام اسبانيا، فقال لك انا هجربها. لقاها فشلت بصراحه، لقاها فشلت. في حاجه في السياق مختلفه شويه. النهارده اللعيبه اللي كانت بتلعب في الشوط الاول بتاعه منتخب البرازيل هي لعيبه مختلفه تماما عن اللعيبه اللي بتضغط علينا في الشوط بالظبط كده. ودي يا باشا هو اللعيب الاحتياطي بتاع البرازيل زي الاساسي. البرازيل لعبت اللي نزل لعيبه البرازيل كلها كويسه. انا مبسوط ان انتم بتختلفوا مع بعض لاول مره في حاجه ليها علاقه بالمنتخب. الشوط الثاني طبعا الشوط الثاني البرازيل كانت واقفه ميديم بلوك ما ضغطتش هاي بريس. الشوط الثاني لو رجعت اول ربع ساعه دخل فينا جوان، اتعمل علينا فرص واحنا واقفين 5. نتيجه ايه؟ نتيجه ان انت كان عندك مشكله في الدفاع ضد الاطراف. وتاني حاجه مهمه ان انت البرازيل انت مسكت كوره، مش لان البرازيل انت كنت احسن، البرازيل رجعت ميديم لو كنت لعبت 4 كمان لو كنت لعبت 4 كانت المحاولات هتكتر. انت الشوط الاول ياسر ابراهيم. نروح التحكيم يروح لمين؟ لمارك. ممكن تقول لي ان انا مؤدب. انت مؤدب قوي. الله يبارك لك. بس الناس عارفه ان انا كده بكذب. لا ليه؟ انا بكذب. لا 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 والله انا راجل عارف ليه؟ عشان انت مؤدب قوي. الله يبارك لك يا عم هو تشرب الشاي بتاعي. انا فاهم انا قاعد فين؟ قاعد جنب 2 قاعدين بيلعبوا دومنا على القهوه. لا انت ما خدتش بالك من حاجه. وبرضه بيتخانقوا مع ثابت برضه لوحده، يعني فاهم؟ يا اما بيتخانقوا مع ومنتخب. هو بيتخانقوا مع بس احنا اتخانقنا دلوقتي مع بعض عشان هو يشرب كوبايه الشاي بتاعتي يعني. الشاي نزل له وانا شربته بصراحه. شفت شافوني؟ انا مبتلى. انا مبتلى. لو ما لاقوش حاجه يختلفوا عليها اهلي وزمالك بيختلفوا على كوبايه الشاي. كويس ان شربت البدايه بتاعي. اتكلم يا عم مارك، اتكلم في القصه. في المنتخب مريحت انا اهو. اتكلم. ما بختلفش. انت جميل. يلا. بالعكس انا شايف اصلا ماتش البرازيل ده كله مكتسبات. سيبك من النتيجه خالص. اولا مهند وهاني انا شايف ان عليهم هجوم كبير قوي بعد الماتش عشان الاثنين غلطوا في كورتين. بالعكس انا شايف ان الخضه اللي هم خدوها دي هيخليهم في الماتشات الجايه احسن. ده بالعكس كويس ان ده حصل في ماتش ودي، تمام، بدل ما يحصل في ماتش رسمي. فانت تيجي تقول ايه اللي حصل ده، يا ريته ما حصل قبل كده. زائد ان
انت عندك ميزه في مصطفى، يعني المنتخب عنده ميزه دلوقتي ان انت ما عندكش حارس مرمى كويس بيصد وبتاع، بيلعب برجله حلو. لا ده مش بيلعب برجله يا معلم، مصطفى شوبير بيلعب برجله احسن من اي لعيب في منتخب مصر. ايوه انا بقول لك ده بجد. ايوه والله حلو جدا طبعا. مصطفى شوبير ميزه طبعا. لا انا بقول انا بدي راجل حقه بامانه. واللعيب في التانيين. لا يعني هو بيعرف يستلم كويس وبيلعب. مصطفى شوبير اتضغط عليه اكتر من 4-5 مرات ب 4-5 متر، بياخد الكره يمين شمال بيسلم للعيب الفاضي. لا معلش انت هات لي 2 لعيبه في منتخب مصر بيعرفوا يستلموا ويلفوا بالكره اصلا، ما فيش. انا اسف. فانا شايف ان انت عندك ميزه السنه دي في كاس العالم ده، ان انت عندك لعيب زياده في الملعب لازم نستغلها. وجود امام عاشور، عشان اخد من كلام فارس، امام عاشور لعيب لا غنى عنه في منتخب مصر باي حاجه. مفيش اي بني ادم عاقل ممكن يقول ان امام عاشور ما ينفعش يبتدي في منتخب مصر ويلعب 90 دقيقه، ولو بقوا 180 دقيقه يلعبهم. مفيش لعيب في المنتخب بيطلعك بالكره غير امام عاشور. قعدته جنب كابتن حسام لحد وقت متاخر دي كانت صعبه قوي الصراحه. احنا دلوقتي لا بنتكلم اهلي ولا زمالك، بنتكلم في مصلحه المنتخب. مش طبيعي ان انا عندي لعيب هو الوحيد اللي في مصر بيعرف ينقلك او عارف الكره لما تجيله هيعمل فيها ايه من قبل ما تيجي، وانا ما العبوش خالص او ما اعتمدش عليه. لازم كابتن حسام يجهز امام بدنيا، يمرنه تمارين خاصه، يتكلم معاه. لازم امام يكون في الملعب، ما عندكش اوبشنز. ولازم عبد المنعم يلعب برضه، يعني في لعيبه لعيبه الكوره لازم تكتر. لازم في لعيبه لازم تلعب، لان خبراتها وفكره ان انت لازم يكون لعيبه الكوره كتير. في راي فني تاني بيقول لك انه لا عبد المنعم لسه راجع من اصابه. بس هو بصراحه ابراهيم عبد المنعم، انا معلش انا اسف يا مارك يعني، بس عبد المنعم انا عندي وجهه نظر. في لعيبه ممكن يبقى مثلا ايه، تقول ده 6 من 10 ده 7 من 10. عبد المنعم من اللعيبه اللي ما فيش حد شبهه خالص. مين بره؟ فلو هو لو هو قدر كابتن حسام يجهزه يلعب طبعا، حتى لو هو بعيد عن حساسيه الماتش. في لعيبه لازم تلعب يا ابراهيم، انت مش في وقت ان انت تجرب، انت دلوقتي مش في تجربه. طيب لو انت بتتكلم على عبد المنعم جنبه مين؟ ياسر؟ هو اللي كابتن حسام بيلعب بيه على طول ياسر. انا كنت اتمنى عبد المنعم وحسام. فاهم؟ لكن واضح ان كابتن حسام يعني مش ميال اكتر المشكله ياسر برضه لعيب كويس جدا. ماشي. فاهم؟ وهو بيلعب بيه بقاله فتره، وهو المدافع الاساسي بتاع المنتخب مع كابتن حسام حسن. ماشي. احنا مش في وقت اصلا يا ابراهيم ان احنا ننتقد لا اختيارات كابتن حسام ولا مين يلعب ولا مين ما يلعبش. كده كده اي حد هيلعب احنا تمام وفي ظهره. لا اكيد. احنا مش في وقت، احنا داخلين على بطوله. كويس. هو اخر حاجه اتفضل يا بيه تاخد مني. المنتخب هيوصل دور 16 في كاس العالم. 16 هنعدي المجموعات. حلو قوي بقى، حلو بقى. انا بحب الكلام اللي في اللي بقى هو ده بقى. انا بحب الفيديوهات اللي انا بحب الفيديوهات اللي هي دي اللي بتكمل دي بتعيش. ده انت تبقى خلاص. ماتش نيوزيلندا مضمون. لا 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 ثانيه واحده يا باشا، ثانيه واحده. انت قلت دور ال 16 ده معناه ان احنا نلعب هتعدي ال 32. احنا لا انت المجموعات وهنكسب دور 32 وهنوصل دور 16. ماشي بقى، احنا هنكسب 4 يعني فيما معناه ان احنا ماشي عشان ما مش شرط ما نكسب. عايزين نقط. هتعدي 4 ماتشات. تمام. هعدي 4 ماتشات. هتعدي 4 ماتشات. عليك بكام؟ عليك بكام؟ هنوصل 32 ان شاء الله. يعني هنعدي 3 ماتشات. عليك بكام؟ باذن الله 32 بس حسب 32. عليك بكام؟ بعد 32 دي فيها قصه تانية. بعد 32 فيها قصه. يبقى عندنا عدد 32 1 16 عشان خاطر ده فيها كلام. فيها كلام، فيها توتو على كبوته. اتمنى. بس احنا ما حققناش اي ما تدخل يا باشا. طبعا ماشي. عليك بكام؟ 32 اهو عليه ب 32. عليك بكام؟ هفاجئك ان انا رايي من راي مارك. عليك دور ال 16؟ دور ال 16 حد يزود؟ عليك بايه؟ دور ال 16 هنعدي برضو يعني عندنا 3 16. ممكن اقول لك 3 32 3 16 3 32. ممكن اقول 8 علي عليكم. انت رايك ايه من 8 انت جاي لي في ال 16 وانت جاي لي في ال 32. انا اكتر. انت فاكرني ايه؟ وعلى فكره يا ابراهيم احنا الماتش الافتتاح ان شاء الله هنعمل ماتش كويس، عشان احنا في افتتاح مونديال 90 عملنا ماتش كبير قوي قدام هولندا. ماشي. افتتاح 2018 عملنا ماتش كبير قوي قدام اورجواي. ماشي. فان شاء الله نعمل ماتش كبير. خش بالتاريخ. طيب تعالى الفيديوهات ديت بصوا يا جماعه عشان بس تبقوا فاكرين الحلقه ديت. النهارده كام؟ النهارده 9 بدأنا 9. النهارده 9 بدأنا 9. الفيديو ده هيلتصق بينا الى الابد برضه. أيوة. يعني ده هيقعد يطردنا من 2018 زي ما انت حصل معاك. زي ما انا ما حصل معايا. نص النهائي. فانا كنت انا واخد واحد عدد فيديو قبل كده قايله يوم الجمعه اول لما نزلت كانت اول حلقه. قلت ايه؟ قلت عاركني احنا معديين دور المجموعات. شفت؟ فانتوا عليتوا عليا. فاللي هيعلي عليا هيعلي عليه. عشان بس لا انت مش وطن اكتر مني. سخنت شويه. ماليش دعوه. خلي بالك على 16 احتمال نلعب الارجنتين.
طب احنا لحد دور ال 16 خلينا نروح لفاصل بعدين نرجع نكمل كلامنا. عندي اقل من 10 دقائق وعندي موضوعين، الموضوع الاولاني يخص الزمالك والموضوع الثاني يخص الاهلي، الموضوع الاولاني يخص الاهلي والموضوع الثاني يخص الزمالك. مش هتفرق. حسين عموته مديرا فنيا للنادي الاهلي بنسبه من 90 95% وخلصوا كل حاجه. رايك؟ طيب الحقيقه الاعلان الرسمي 95%. انا هاممني نقطه بتكلم فيها بقالي يومين. يلا. انا عايز المدير الفني اللي متحمس للتجربه مع النادي الاهلي. عايز المدير الفني اللي بيبص على البطولات اللي هيحققها والتجربه اللي مع اسم زي النادي الاهلي يقدر يوصل ليها، مش اللي بيبص لما يعمل الشرط الجزائي هياخد عقده كامل ولا هيعمل ايه، وبيفكر في فكره انا هاخد كام لو مشيت من الاهلي، اكتر انا هحقق ايه مع النادي الاهلي. ماشي. لان النوعيه دي من التجارب انا مش حاببها. لو في مدير فني بتفاوضه كان باصص لك من فوق، قول له سلام عليكم. ماشي. انت عايز في الفتره دي حد عنده شغف. ماشي. عايز حد عنده قدره على السيطره شخصيا على الفريق ويكون عنده رصيد من البطولات. ده متوفر في اسم زي حسين عموته، جزء كبير جدا موجود منه، ولكن التجربه الفنيه لو بقى هو الموجود كمان تحكم. ولكن مهم جدا في الفتره دي ان يكون في مدير فني للنادي الاهلي بيفكر ازاي يحقق بطولات، زي كولر لما جه وقال انا بطني فاضيه ومعدتي فاضيه وعايز املاها بالبطولات مع النادي الاهلي. دي الفكره اللي الاهلي محتاجها دلوقتي قبل اي حاجه. الجزء الثاني عايز بس يا هيما اقول لكابتن وائل جمعه ان ده اختيار مهم جدا في حته الجمهور كان شايف ان احنا بنفتقدها. انت مع المهام الاداريه والخبره اللي كانت في منتخب مصر وفي تجارب سابقه، الشخصيه التاريخيه لكابتن وائل جمعه كمان مهم جدا ان احنا نحافظ على التجربه دي. ونحافظ على التجربه ازاي؟ نحافظ على التجربه كمنظومه النادي الاهلي. ماشي. لان احنا الفتره اللي فاتت المكان ده بقى بيحرق اي اسم. كابتن محمد رمضان، كابتن خالد بيبو، اسماء كتير جدا، ويحسب لكابتن سيد انه فكر في اسم عنده الشخصيه وعنده القدره ان هو يكون بيحقق نجاحات. اخيرا بس كلمه صغيره. ولا بيقول سمعت اصل البعض بيقول وانا بتكلم في الفكره نفسها، اصل فلان من اللعيبه كان بيتكلم فكره وائل جمعه. يا جماعه احنا خارجين بموسم معانا سوبر مصري بس. اللاعب مفترض يفكر في اللحظه دي في يحقق ايه للنادي الاهلي، مش مين عاجبه او مين مش عاجبه. دي مش بتاعه اي لاعب، وفي الفتره دي بالذات انا ما شفتش منك حاجه تخليك تقول لي كده. عظيم. ناخد على طول تريك كده مره واحده وبعدين نيجي الناحيه الثانيه. انا كنت خارج من الموسم اللي فات ده بعد تجربتين فاشلين مع 2 مدربين اجانب، ريبيرو وتورب. ما كنتش متحمس خالص لمدير فني اوروبي خالص. انا مش عايز مدرب يجي لي يقعد يبص لي من فوق، حصن لي عقدي، اعمل لي مش عارف ايه، هجيب معايا 18 مساعد. احنا مش في ده خالص، احنا مش في الفتره دي خالص. الاثنين سواء كارفاخال ولا كارفاهال ولا كارفاهال، اي حد، كارلوس، حتى لو في الاخر حصل وهم حتى حسين عموته جايين بخمسه. انا معاونين كتيم. لا انا بتكلم على الاوروبي، يعني خليني بس في الحته الاوروبي. انه بيجي زي الاخ تورب ده، انا جاي لك من البوندس ليجا، وهو احنا شوف ما اديناش اي كرامات، يعني ما فيش خالص. فانا ما كنتش متحمس قوي. ده بالعكس، ده انا كمان كنت رايح للاكستريم. ده انا كنت عايز مدرب مصري. الفكره كويسه بره الصندوق للامانه. ما فكرتش خالص ان الاهلي ممكن يروح لفكره مدرب مغربي او حد من المغرب العربي. شخصيه كويسه، حقق نجاحات في كذا حته، يعني في المغرب، في الامارات، درب انديه كتير، درب في ضغوطات زي الوداد المغربي، حقق دوري ابطال افريقيا، فده كويس. عايز برضو اتكلم في الحته اللي قالها فارس دي، يعني نقطه كويسه قوي يا فارس. فكره ان المكان ده بدا يتحرق فيه ناس كتير. كابتن وليد صلاح الدين، كابتن خالد بيبو، محمد شوقي. لا انا مش عايز ده. احنا عايزين فتره فيها استقرار. انا بعد الموسم اللي فات ده، يعني انا ساعات بحس ان ساعات المواسم الكارثيه اللي زي دي، على قد ما هي بتبقى مؤلمه لينا كجمهور، على قد ما انت ممكن تشوف لها جانب مضيء. ان انت يعني بفتكر دايما، معلش انا عايز اسرع اللقاء شويه لانه خلاص الوقت جري. موسم 2003 2004 الاهلي خسر 4 من رينجرز النيجيري و4 من الاسماعيلي. ماشي. ساعات لما تبقى الضربه جامده فرصه انك بتنظف بجد. طيب اللي مش قادر يعيش معانا السنه اللي جايه دي، اللي مش قادر يعيشها بظروفها معانا، يقول من الاول يا جماعه السلام عليكم. دكتور ثابت.